السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. الله يعيننا ويعينكم على الثلاث أربع أيام اللي فاتوا، والحر والعفرة والتراب والمطر والأجواء العجيبة. شهر مايو ما حبش يسيبنا كده إلا بوداع جميل على قد ما طول، وبعد كده الحمد لله على كل حال. دائما نقول هذه الكلمة ونتيقن بها. يلا بينا تعالوا عشان الفيديو طويل جدا المرة دي، بصور لكم استكمال الحي التاني بيت الوطن، ودخلنا في حتت جديدة لسه ما صورناهاش. تعالوا بينا هنعرف نتكلم على ايه النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، عساكم بخير. يا رب تكونوا بخير وصحة وأمل، ويا رب دايما تكون كل أمانيكم بتتحقق، وحتى الأماني المتأجلة إن شاء الله تتحقق. ولازم يبقى عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى ونصبر، ده أهم شيء عشان خاطر نكمل حياة الدنيا، لأن هي الدنيا في الآخر هي مرحلة نكمل فيها مراحل تانية بعدين. النهاردة بتكلم عن الحي التاني، ونزلنا على أرض الواقع وصورنا حروف ما مشيناش فيها من جوه قبل كده. طيب مشينا فين؟ نزلنا حرف A ونزلنا حرف D، وبعد كده دخلنا في الشارع الفاصل ما بين الاتش والدي. الاتش لسه ما اتسلمتش، لسه فيها شغل. وبعد كده شفنا حرف الاي، وكان اول مره اخش في حرف الاي. مشيت كان على يمين حرف الاي، وكملنا جوه ودخلنا في الفاصل ما بين الاي، وكملنا على طول. وصلنا عند الجي، ووصلنا عند ال، ووصلنا عند الام، ومرينا برضو بحرف الكي. تعالوا شوفوا الفيديو واعرفوا بتتكلم عن ايه النهارده المناطق ديت، وفهموا المناطق ديت على الطبيعه شكلها عامل ازاي. الفيديو هيشرح لكم الامر دوت ويديكم خلفيه عن الموضوع. اتفضلوا عشان نلحق نشوفه لانه لسه مدته 12 دقيقه. السلام عليكم احبابي الكرام، عساكم بخير ودمتم بخير. ازيك يا عم اللودر اللي جاي في وش عكس ما يهمكش؟ احنا على 90 على فكره. طيب احنا دلوقتي على 90 الشمالي، وهنصور الحي التاني بيت الوطن. نستكمل فيديوهات الحي التاني ان شاء الله بيت الوطن. وهنصور النهارده الحد الغربي اللي هو شارع النوادي او ما يسمى بشارع الجيش، وهنصور الحد الجنوبي. الحد الغربي في الحي التاني عليه 3 حروف، حرف الاي وحرف الدي وحرف الاتش. والحد الجنوبي عليه 4 حروف، حرف الاتش وحرف الكي وحرف ال وحرف الام. طبعا في ناس بيطلبوا مني، في مطلوب مني حرف الدي في الحي التاني هنعدي عليه دلوقتي، ومطلوب مني حرف ال في الحي التاني. تقريبا ناس من المتابعين شاريين في الحتت ديت فبيسالوني عليها، واتطلب مني حرف الاتش عشان اقول لكم تم تسليمه ولا لسه لم يتم تسليمه. احنا كده على الناصيه بتاعت شارع 90 وشارع النوادي. فينا البنزينه كلكم عارفينها بتاعت وطنيه. ده كده حرف الايه. كل العماير المبنيه ديت من اكتر واكتر المناطق كثافه في المباني في الحي الثاني هو حرف الايه وحرف البي وحرف السي. ده كده حرف الايه زي ما انتم شايفين. ده كده شارع الجيش او شارع النوادي. بيعملوا الطريق الثاني رايح جاي عشان هيبقى بعرض 60 متر تقريبا او 64 متر. احنا ماشيين في الحاره او الشارع القديم اللي كان معمول اصلا. هم دلوقتي بيجهزوا وعشان توسيع الشارع ده. ده كده زي ما انتم شايفين حرف الايه. احنا هنمشي من بره تشوفوه. لو عرفنا ندخل من جوه هصور لكم اكيد من جوه قدر المستطاع. احنا صورنا فعلا في الحي الثاني الفيديو الاولاني، تقدروا ترجعوا له من اسبوع تقريبا. هيوريكم كل ما يخص موضوع الحي الثاني في حرف الاي والبي والاي. عدينا على الحاجات ديت، والدي برده من جوه. كل ده من جوه. ده حرف الاي من جوه اهوت. الشارع اهو شغال. ده كده حرف الاي. هيخلص حرف الاي ويبدا حرف الدي حالا. ده كده حرف الاي وده كده حرف الدي. كنا احنا دخلنا في شارع بس كان مقفول. ده الفاصل، ده الشارع الفاصل من حرف الاي وحرف الدي. ده احنا كنا جينا من جوه وكان الشارع مقفول. كده حرف الدي من بره اهوت. ده كده حرف الدي الحي التاني في شغل فيه وفي تكسير وفي حاجات. نحاول نشوف اي دخله كده نحاول نخشها. والشارع الجاي تقريبا ما بين حرف الدي وحرف الاتش. خلينا نخش كده نشوف شغال ولا لا. يلا بينا. ده اتسفلت اهو.
ده كلام حلو خالص. ولا ده الفاصل ما بين الاي والدي؟ تعالوا نخش نشوف. احنا هنمشي دلوقتي ونشوف على الطبيعة. ده الفاصل ما بين الدي والاتش. ده كده الشارع الفاصل ما بين الدي والاتش. يبقى الاتش دي يا جماعة اهيت اللي بيجهزوا فيها، لسه ما خلصتش ولسه ما اتسلمتش. وده حرف الدي، ايوه مظبوط، ده حرف الدي، مكتوب حتى 87 دي فوق اهيت. فده كده حرف الدي مظبوط. يبقى احنا كده على يميننا حرف الاتش اول مره نخش هنا، وعلى شمالنا حرف الدي خلصناه. نخش بعد كده حرف الجي. العماره الناصيه دي في حرف الجي جوجل، والعماره الناصيه دي في حرف الاي. يبقى احنا كده في الشارع الفاصل، الميدان دوت فاصل ما بين 4 مناطق. حرف الاي الناصيه دي حرف الاي، والجنب ده حرف الجي، والجزء اللي ورا ده حرف الدي، والجزء دوت حرف الاتش. اتش لسه ما فيهوش شغل. حرف الاي فيه شغل اهوت. تعالوا نخش نشوف كده، ونخش على منطقه الخدمات، بحيث ان المكان ده ما صورناهوش بالفعل. اللي عايز يعرف اديني بقول الحروف اهوت عشان خاطر قدر المستطاع تشوف. حرف الاي في الجزء دوت صخري شويه اهوت، بس بدات فعلا في عماير تتعمل برده، ومباني تطلع بالفعل في حرف الاي، ودي حاجه كويسه بدانا نشوفها. المنطقه اللي في وشنا ديت منطقه الخدمات بالفعل. احنا هنلف في الشارع في وشنا ده منطقه الخدمات بتاعت الحي الثاني. المنطقه المركزيه بتاعت الحي الثاني هي اللي في وشنا ديت. الشارع بيدخل بينا يمين، وده هيخش في حرف الاي. حرف الاي على ايدينا اليمين. يبقى حرف الاي فين؟ على ايدينا اليمين. كل المباني دي موجوده في حرف الاي. الاتش لسه، الاتش لسه، حرف الاي موجوده. وزي ما احنا مكملين على طول كده، على يميننا حرف الاي، وعلى شمالنا منطقه الخدمات. هنوصل في حته فاصله دلوقتي عشان يبقى على شمالنا حرف الجي، وعلى يميننا حرف الاي زي ما هو. يبقى احنا كده على يميننا ده حرف الاي زي ما هو، ودي نهايه منطقه الخدمات، والجزء ده حرف الجي. ده كده يا جماعه حرف الجي. الشغل المبني ده مبني في حرف الجي. اوكي، لو مشينا كده هيبقى ده حرف الجي، الشارع الفاصل بين حرف الجي كله. واحنا كده هنمشي من الناحيه الشماليه. احنا كده هنمشي في الفاصل ما بين حرف الاي، اول مره نمشي برده في المكان ده، ما بين حرف الاي وحرف الجي. يبقى احنا كده ماشيين في الفاصل ما بين حرف الاي وحرف الجي. اللي على يميننا ده حرف الاي. حرف الاي صخري بس بنسبه كبيره، في شغل كويس انا كنتش متوقعه بصراحه. حرف الجي الشغل فيه اقل. اللي على شمال ده حرف الجي الشغل فيه اقل، لكن بدأ في شغل. والجزء اللي هناك ده برضو اللي في الظهر دوت حرف الجي. كل العماير اللي هناك ديت في حرف الجي. واحنا ماشيين دلوقتي في الشارع الفاصل اللي ما بين حرف الاي وحرف الجي. ماشيين في الشارع الفاصل اللي ما بين حرف الاي وحرف الجي. بيخلص بعد كده حرف الجي يا جماعه، وبيخلص حرف الاي، وبيبدا منطقتين تانيين. احنا كده في المنطقتين اللي بعدهم على طول. اللي على يميننا ده حرف الكي، اللي على يميننا حرف الكي، واللي على شمالنا هيكون حرف ال. خلونا بس نكمل، لان المفروض الشارع ده يطلعنا على الشارع الجنوبي اللي هو الفاصل ما بين الحي الثاني والحي الرابع. دي شوارع داخليه. طيب احنا دلوقتي هنروح للحته الفاصله اللي هي حرف الكي على يميننا وحرف الاي على شمالنا. هنيجي عند ميدان فاصل ما بين المناطق بالفعل، هنشوفه حالا. دي ناصيه هيت بالفعل. اعتقد دي المنطقه اللي فيها الشوارع الفاصله والميدان الفاصل. طب احنا دلوقتي فين؟ نركز بقى. احنا دلوقتي في الميدان الفاصل. الناصيه دي في حرف ال. دي قطعه 1 ال. دي قطعه 1 ال. وده الشارع الفاصل ما بين حرف ال وحرف الجي. ماشي؟ ده الشارع الفاصل ما بين حرف ال
وحرف الجي، ولو كملنا على طول هنلاقي بعد حرف ال حرف الام على ايدينا اليمين، وعلى ايدينا الشمال حرف الجي بطوله كله لحد ما نطلع على الفيزون. يبقى المباني اللي موجوده دي موجوده في حرف ال. طيب وعلى ايدنا اليمين اللي هناك ديت حرف الكي، لسه ما فيهوش ولا عماره لانه في المرحله الثانيه الجديده مع حرف الاتش ولسه ما اتسلمش. شايفين العربيات شايله صخر ازاي؟ شايله صخر من الجزء اللي هو بتاع حرف الاتش اهو. شايفين اللوادر هناك عماله تكسر في شغل حرف الاتش عشان يسلموه هو وحرف الكي. اذا في شغل من الجهاز عشان ينتهوا من حرف الاتش وحرف الكي ويسلموا المنطقتين دولت، لان المنطقتين دولت صخريتين جدا. لكن الحروف القديمه اللي متسلمه فيها شغل. اللي على ايدينا الشمال دوت حرف ال، اللي على ايدينا الشمال دوت حرف ال. احنا هنطلع حالا على الفيزون بحيث ان انتوا تشوفوا المناطق ديت وتوضح لكم بالظبط، ويبقى احنا كده صورنا الحي التاني بتفاصيل اكتر بكتير جدا جدا عن الاول. كل الجزء اللي هناك دوت حرف اللي على شمالنا دوت حرف ال، وفي مباني هناك في حرف الام هنشوفها حالا. ده كل ده في حرف ال. احنا في الشارع الفاصل ما بين الكي والال. ده شارع 32 متر فاصل هنطلع بيه على الشارع الرئيسي ال 70 متر الفاصل ما بين الحي الرابع والحي الثاني. ده كي اهوت بيكسروا الداخلي بتاعها، كي اهوت الحفارات شغاله. وده الشارع الفاصل اللي فيه العربيه النقل دوت اللي هو ما بين الحي الرابع وما بين الحي الثاني. هنخرج كده على الشارع الجنوبي. احنا كنا مشينا في شارع النوادي وبعد كده رحنا داخلين في النص عشان نلف الحي الثاني. شارع النوادي اهوت هو النص دوت اللي بره ده. بس احنا هندخل نكمل في الشارع الجنوبي نصور لكم حرف الام لحد ما نوصل لحد الفيزون، ويبقى كده خلصنا لكم فيديو الحي الثاني. ارجو ان هو يكون فيديو شرح لكم تفاصيل اكتر في اماكن ما مشيناهاش قبل كده، بحيث ان انتوا تبقوا عارفين. اللي في وشنا ده الحي الرابع، الاراضي اللي هي بالجنيه المصري. الحي الرابع اسف، لا مش دي، مش بالجنيه المصري. اللي في وشنا دوت الحي الرابع منطقه بي. اللي في وشنا ده الحي الرابع منطقه بي. الاراضي اللي هي بالجنيه المصري لسه ما اتبنتش، بس ده كده الحي الرابع منطقه بي، دي الحي الرابع منطقه ايه، وهنصور الحاجات دي في وقتها ان شاء الله. خلينا بس نكمل الفيديو دوت ناخد فيه حرف ال. يبقى اذا كل اللي على شمالنا ده حرف ال زي ما انتم شايفين اهوت، واضح لكم اهو حرف ال، وهيخلص حرف ال ويبدا بعده مباشره حرف الام. في شغل يا جماعه، في شغل شغال. يا ريت الشركات تشتغل ما تقفش، تلتزم بالتسليم ما تقفش، تكمل عشان خاطر السوق العقاري يبقى هو السوق او الملاذ الوحيد للاستثمار اللي الناس شايفاه استثمار امن في مصر. فمش عايزين الناس تفقد الثقه في الاستثمار دوت. وغير ان هو استثمار فهو امل وسكن ومستقبل. كده احنا بدأنا في حرف الام في الحي الثاني، الشغل فيه جوه اهوت. الحي الثاني خدناه من بره مرورا لحد الفيزون. كل المنطقه العاليه اللي في وشنا ديت هي منطقه الفيزون. ارجو ان يكون الامور وضحت لكم وصورنا لكم الحي الثاني بجميع مشتملاته. تحياتي ليكم دائما وابدا. هنا الفيزون وهنا الحي الثاني وشارع الفيزون، ولنا لقاء وعوده. الحمد لله على السلامة. اللي كمل معايا الفيديو بطل يعني، ويا ريت اللي كمل معايا الفيديو كده يقول لي تم، او يكتب لي كده تعليق يقول لي انا كملت. يعني الشخصيات ديت اللي كملوا الفيديو معايا الاخر دولت يعني ما يعرفوش معزته عندي قد ايه. بحس ان هم فعلا حابين يشوفوا الفيديو وحابين يستفيدوا منه للاخر، في نفس الوقت حابين يتابعوه. فده اشكرهم وتحيه خاصه ليهم، وده هيثبتوه ليا بالتعليق اللي هيعلقوه في الاخر لو هم وصلوا فعلا الفيديو للاخر. على كل الاحوال ارجو ان يكون الفيديو عجبكم، وبحاول قدر المستطاع انزل واصور لكم مواقع كتيره وتابعها واشوفها علشان خاطر تشوفوها معايا على الطبيعه، خصوصا اللي موجودين بره مصر وعايزين يعرفوا المناطق اللي اشتروا فيها، اخر ابديت فيها لحد فين دلوقتي. الحاجة التاني لسه مكمل يا جماعه، ولسه في حاجات كتير هتشتغل، ولسه في حاجات كتير هتبني، لكنه لما يخلص الموقع الاستراتيجي بتاعه كويس. بالمناسبه تم افتتاح النادي الاهلي بالفعل يوم الجمعه اللي فاتت، وبالتالي ده هيدي للناس مؤشر للحركه
كتير والكبيره على بيت الوطن. طبعا النادي الاهلي فرع التجمع الخامس اللي في بيت الوطن اللي في شارع الجيش او شارع نوادي. اراكم دايما على الف خير. كان معاكم محمد المهدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.